أحلام وكوابيس غريبة ومش مفهومة. كان بقالي كتير قوي بطلت أحلم. ليه دلوقتي ليه؟ الغريب في الموضوع إني بقيت أحس إن الواقع بدأ يختلط بالأحلام. ما بقيتش قادر أفرق بين الحقيقة والحلم. والأغرب إني بقيت أحس إن في حد عايز يوصل لي رسالة، حد عايز يوريني حاجة أنا مش شايفها. يا رب كفاية بقى، أنا تعبت خلاص. راحوا اللي حولوني المسخ، مسخ الناس تقرف إنها تبص في وشه. خليك معايا المرة دي وبلاش تسيبني، أنا خلاص تعبت. مبقاش عندي قدرة إن أتحمل أكتر من كده. 20 سنة وأنا لوحدي، 20 سنة وأنا مستخبي ورا القناع ده لحد ما نسيت ملامحي. أنا بكره الناس، أقصد بخاف منهم. عيل صغير يدوب 9 سنين، مفيش حاجة شغلاه غير اللعب في الشارع مع أصحابه. في يوم بعد ما خلصت لعب سيجا مع أصحابي قررت أطلع البيت عشان أتغدى. باب البيت كان متوارب، زقيته ودخلت. بس كان في حاجة غريبة قوي، مع إننا كنا في النهار إلا إن البيت كان عتمة. طبعا خفت أكتر لما لقيت صوت ضحك وهمسات جاي من أوضة أمي. المهم، كل لما كنت بقرب ناحية الأوضة كل ما كانت ضربات قلبي بتزيد. فكرت 1000 مرة ساعتها إني ألف وأنزل الشارع تاني، وياريتني عملت كده. لما قربت من باب الأوضة كان برضه هو كمان متوارب، بس ما كنتش قادر أشوف حاجة. زقيت الباب بشويش، شفت حاجة غريبة قوي. راجل شكله غريب جدا، تخين وجسمه كله مليان شعر كتير قوي. زقيت الباب اكتر وياريتني ما زقيت. الباب زيق والراجل الغريب ده اخد باله مني. انا وقفت مكاني ما اتحركتش. نظراته كانت مخيفة جدا، مخيفة لدرجة ما تتخيلهاش. فجأة راح واخد لمبة الجاز من جنبه وقام حادفني بيها.